السلام عليكم المتابعات. بما أنه رمضان على الأبواب، اليوم قررت إن شاء الله نحضر معكم عصير الحامض اللي كتلقاه دائما حاضر فوق المائدة ديال الفطور في رمضان. إذا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالنا ما تنساش دير لايك واشتراك في القناة باش يوصلك الجديد ديالنا. ويلا نبداو على بركة الله. أولا جبنا الحامض غسلناه مزيان، غناخدو واحد الإناء واحد الحكاكة وكنحكو القشور ديال الحامض. من بعد كنشبروا الحامض ديالنا وكنقطعوه وكنعصروا العصير ديالو. ديك العصير اللي تحصلنا عليه كنكبوه في واحد الاناء وكنضيفوا عليه القشور ديال الحامض اللي حكيناهم في الاول، وكنضيفوا كيلو ديال السكر. بما انني عدلت 2 كيلو ديال الحامض اذا غنعدل كيلو ديال السكر. من بعد غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتو، وغنجيب سلوفا وغادي نغطيه وغنخلي الخليط ليله كامله. وهذا هو الخليط. من بعد ما بقى لي ليله كامله غناخد واحد الاناء وغنجيب الصفايه وغنصفي هذا العصير، وديكشي اللي كيبقى لي من العصير غادي نحتفظ فيه بالكونجيلاتور. بغيت نعدلو في الشهيوات في الكيكه راه كيجي زوين. وكناخدو بواطات وكنعدلو فيه السيرو ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي. تبارك الله كيجي واحد العصير زوين. توجديه في اقل من 5 دقائق. ديريه في الكونجيلاتور في اي وقت قلك عقلك تستعمليه، كتخرجوا من الكونجيلاتور وكتزيدوا عليه الماء. وبالصحه والهنا.